فانت لازم تبتدي من الصفر في مصر، ولا فهلوه ولا شطاره ولا مذاكره زياده، هي توفيق من ربنا. برجر كله، شاورما كله، مشويات كله، بيتزا كله، فطير. ابويا كان رحمه الله عليه دايما ينصحني يقول لي انت تتقلد بس ما تقلدش، لازم تتمرمط شويه في السوق المصري. احنا بقينا بنبيع صوص اكتر دلوقتي، يعني ما دي ما كانتش حسبان اصلا، يعني تشمر وتخش تمد ايدك. عارف وردة لما بتقول لك حكايتي مع الزمن، صعب اللي فيها المقاس اللي فيها المقاس الغير متوقعة. يمكن ما اسيب لهمش حاجة قد ما اسيب لهم قصة ستوري. اهلا وسهلا بيكم في اول حلقه من البودكاست بتاعنا من صفر الى واحد. البرنامج ده او البودكاست ده الهدف منه ان احنا نستضيف رجال الاعمال زي شيف ممدوح الله يسترك. قاعدين معانا النهارده، اللي بدأوا مشاريع من الصفر تماما، ونسألهم ازاي وصلوا لواحد، ان واحد ده في مشروع قائم وشغال على ارض الواقع حاليا. الاول نرحب بيك يا شيف اهلا ممدوح. وسهلا بيك. ايه اخبارك؟ كله تمام الحمد الحمد لله، لله. في بحر من النعم. الحمد لله. الله يكرمك. شيف ممدوح اللي ما يعرفش هو اونر بابا دونر. بابا دونر، عايزك انت بقى اللي تحكي لنا بابا دونر ده بيعمل ايه. بابا دونر هو كان ليه اسم تاني اول ما فتحت في 2021، ولما المحل حصل له حادثة حريقة عملت سيرفي على الكمبيوتر على المبيعات بتاعتي، لقيت ان اكتر حاجه ببيعها الدونر. اوكي. فقررت ان انا اسمي المحل باسم الدونر اللي ربنا جعله سبب في الرزق اللي داخل لنا، انه يبقى بابا دونر. طيب، في ناس كتير قوي بتسمعنا ما تعرفش ايه هو الدونر كباب اصلا، او يعني الفكره دي جات لك منين؟ هو مبدئيا في الاكل، يعني في مجال الاكل انا انصح ان ما بحبش الكلام الكتير. يعني يمكن حتى اللي يعرفني من عملائنا، انا احب اللي بيجي عندي قبل ما يعني ما بيسال بروح واخد حته ومدوقها له. دي اسرع طريقه اعرفه بيها الدونر كباب. فانا برضو من خلال حضرتك بقول لاي حد عايز يجي تيست انا تحت امره. اما بالنسبه للدونر كباب، ايه هو الدونر كباب ده؟ الثقافه بتاعت تركيا بياكلوا الكباب بطريقه تانية غير الطريقه بتاعتنا. الكباب معروف انه ما فيهوش دسم، فبيحطوا له جزء من الكباب بتاع الجدي. وطبعا الجدي نسبه وتناسب بالنسبه للعجل حاجه صغيره قوي، فعشان الاتنين يستووا مع بعض بيفرموا الاتنين مع بعض، وبعد كده بيتصبوا على السيخ وبيتقشر زي البسطرمه. كلمه دونر تعني رقائق او شرائح. دونر كباب، شرائح كباب. اوكي. طيب، برضو حاجه الناس ما تعرفهاش، ما فيش حد كان بيبيع دونر كباب قبلك؟ في اسكندريه لا. يعني احنا انفراد في اسكندريه. احنا اول ناس في اسكندريه فعلا فبراير 2021 فعلا. الفكره كلها ان انت راجل احترفت المجال بتاع صناعه الدونر كباب او عمل الدونر كباب نفسه، وان انت تطلعه بالتست المظبوط والصوصات بتاعته، لان الصوصات بتاعته للناس اللي ما تعرفش ما هياش الصوصات العاديه اللي بتتاكل في السندوتشات اللي انت ممكن تشتريها من شركه جاهزه او حاجه. الراجل ده بيعمل كل حاجه عنده ان هاوس تقريبا. تمام. فاشرح للناس احترفت الموضوع ده ازاي. اولا بالنسبه لكلمه احترافيه، مع كل الاحترام لحضرتك، هي توفيق من الله، دي نمره واحد يعني. ده اكيد. ولا فهلوه ولا شطاره ولا مذاكره زياده، هي توفيق من ربنا. لما جيت سافرت هولندا، اتعلمت حاجات كتير في الطبخ، ولكن ما كنتش باكلها لان كان الاغلبيه كان اكل خنزير. اوكي. وانا بطبعي مسلم اكيد مش هدوق يعني. فكنت بروح للمحلات التركي الحلال اكل دونر كباب. من عشقي فيه قررت ان انا اتعلمه. وتعلمته في هولندا، يعني كده خدت فكرة. لكن الدراسة بتاعته خدتها في دوزلدورف في ألمانيا، اوكي. لأن هي أكبر بلد مصنعة للدونر كباب. هو تركي بس ألمانيا استحوذت على الموضوع بالنسبة لأوروبا كلها. فكان عندي شغف ازاي يتعمل وايه الصوص اللي بينزل معاه. وطبعا لما جيت مصر ما كانش فيه الصوص الكنوفلوك ده، ما كانش فيه. اها. فاضطريت اجيب البيترسيليا وانشفها، واجيب الكريمة الطهي، واجيب المايونيزا بيضة، لان في مايونيزا بيضة ومايونيزا صفراء نسبة صفار البيض بتبقى زيادة فيها شوية، لحد ما ربنا اكرمنا الحمد لله وطلعنا بالنتيجة اللي ترضي العملاء بتاعتنا. و يعني مش عايز اقول لك ان احنا بقينا بنبيع صوص اكتر دلوقتي، يعني ما دي ما كانتش حسبان اصلا يعني. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. السؤال اللي بيجي بعد كده في ذهني، انت بدأت في 2021 حصل. وكنت لسه راجع من بره. لا انا كنت راجع من بره في 2010، اخر 2010، 16 12 2010.
طب انت قعدت في اوروبا كام سنه؟ 12. يعني من التسعينات تقريبا لحد اه 2010، اه اه 98 لحد. اه طيب وبعد ما رجعت قعدت 11 سنه على ما تاخد قرار تفتح المحل. ابويا رحمه الله عليه نصحني، قال لي لازم تتمرمط شويه في السوق المصري، تجرب الخامه المصريه، لان اللي انت اتعلمته حاجه وهتيجي تطبقه بالخامه بتاعت مصر هيطلع حاجه تانية. فانت لازم تبتدي من الصفر في مصر. رحمه طيب الله عليه هو اللي نصحني النصيحه دي. والنصيحه دي في رايك؟ جابت نتيجه عاليه، لان انا اما اشتغلت في السوق المصري عرفت الذوق. اه. ومن هنا خدت القرار انا هقدم ايه، لان لقيت ان كله برجر، كله شاورما، كله مشويات، كله بيتزا، كله فطير. حبيت انا اكون فريد، اقدم حاجه بتاعتي اها. وما قلدش حد. ابويا كان رحمه الله عليه دايما ينصحني، يقول لي انت تتقلد بس ما تقلدش. دي نصيحة رهيبة بصراحة، وبالذات اه في مجال البيزنس ومجال المطاعم، لأن دايما معروف تسويقيا اللي بيقول لك عايز تفلس بسرعة افتح مطعم. لا، مش كده، هي اجتهد في الحاجة اللي انت، يعني ما انصحش اي حد معاه فلوس يعمل بيزنس مطعم. لازم تكون انت حابب الموضوع وتكون فاهمه ودرسه، بحيث ان لو حصل تريب، وده وارد يحصل أكيد. وبيحصل، تشمر وتخش تمد ايدك. مظبوط. لو انت مش ابن المهنة مش هتعرف تعملها دي، مظبوط. فالناس هتستغلك اكتر. ده حقيقي. قرار فتح المحل اه جاء إمتى وقعدت تفكر قبله قد إيه؟ قرار المحل جه في 2021. طبعا عايز اقول لك حضرتك على حاجه، انا يمكن عشان بتغرب كتير، فكانت انا حضرت الثوره هنا وحضرت الكورونا، أها. ودول كانوا درسين قاسيين قوي. الكورونا علمتني ان لو ما عندكش مورد دخل غير شغلك اللي انت بتشتغله، هتحصل معاناه كتير، خصوصا ان كان لسه ربنا رزقني بيحيى، أها. فكان طفل ومسؤوليه فمن هنا جت القرار ان لازم اعمل يعني ماي بزنس، اللي هو سمول بزنس، اي حاجه حتى لو هتدخل 10 جنيه جنب شغلي. من تمام. هنا جت الفكره. وكان ده الدافع بتاعك؟ اه طبعا. تمام. طيب الفكرة بقى اللي جت بعد كده من 2021 لحد النهاردة، تقدر تفتكر أنت عديت بكام ترب في المرحلة دي؟ اوه، يعني عارف ورده لما بتقول لك حكايتي مع الزمن، اه. موضوع قاسي. اه. وبعدين وانا في العمره خدت باوزه، خدت راحه ما بين السعي. فقعدت كده سرحت وبصيت على السؤال اللي انت سألته ده، وانا بشكرك طبعا على السؤال ده، كأنه شريط فيديو كده اهو. رحلة مش هقول لك صعبة، بس الصعب اللي فيها المقاس اللي فيها، المقاس الغير متوقعة. يعني انت مثلا لما تفتح مشروع ويجي لك مشكلة من اتحاد الملاك بتاع العمارة على مدخنة، دي مشكلة متوقعة. طبعا. المشاكل الغير متوقعة، المفاجآت اللي بتحصل لك، حاجة تبوظ، غلق قبل الميعاد، خامة تغلى فمش موجودة في السوق. طب أنا هبيع إيه يعني؟ وبعدين أنا ما ينفعش كل لما أروح أشتري خامة تغلى أغلي على العميل، أغلي. طب ما العميل ده هيجي له فترة ومش اكيد. هيجي لي لسبب. أنا دلوقتي أب عندي 3 أطفال، ما العميل ده عنده أسرة، عنده خطيبته، عنده والدته، عنده اخواته، عنده ولاده، أكيد عايز ياخدهم ويخرج، يعني يعزمهم على حاجة. النهاردة الحاجة بقت غالية جدا، لدرجة ان يعني الله يكون في عون الناس ويكون في عوننا. اكيد. المرتبات زادت، الإيجارات زادت، المية كل حاجة زادت. حالة تضخم رهيبة. فإن ربنا مخلينا مستمرين لحد دلوقتي، وبأكد لك عليها إن هو ربنا هو القادر، هو الستير، هو المدبر. أنا فعلا ساعات بقعد كده أمسك ورقة وقلم وأقول الشهر ده هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، وفاجأ إن الإنبوت ما يكفيش تعمل كل ده. تلت الحاجة اللي أنت. طب اه طبعا. بتحصل، طب إزاي هو المدبر عملها إزاي؟ ما أعرفش يعني، بجد ما أعرفش. سبحان الله. اه والله فعلا ايوه. يا نور، ما اعرفش يعني. انت لو قعدت برضو بصيت في الكاتيجوري ده بتاعك كده هتلاقي كده ان في حاجات بتحصل لك هو سترك فيها، احنا غرقانين انت في مالكش البحر حول ده. ولا قوة يعني. اكيد. فهو هي رحلة اتباهى اتباهى
وانا مش بحكيها قدام الناس، انا اتباهى ان انا احكيها للثلاث اولادي، يمكن ما اسيب لهمش حاجه قد ما اسيب لهم قصه ستوري. انا كنت فين وبقيت فين. وعملت ايه ووصلت لحد فين، وهو ده فعلا الرصيد او الارث اللي انا عايز اسيبه لهم، انا عملت ايه ورحت فين. بس نسأل بقى في الحتة اللي هي بتاعتي انا بقى، اللي هي حتة التسويق. حته التسويق حلو. اه. انا زي ما قلت لك ابتديت من 2021، قعدت 21 و22 انا معلم التسويق بتاع نفسي. اها. اصور بالموبايل واعرض، اصور واكتب واعمل واخرج، لحد ما ربنا اراد ان يعني ظروفنا اتكعبلت في اخر 22. اه حد يعني محترم من العملاء بعت للاستاذ عبد الرحمن فود هانتر، اه. قال له الحق احنا فعلا بلغنا وهنسلم المحل بعد 3 شهور، خلاص يعني اه. اه. الشاشه اللي هو بتقفل، الشاشه بتقفل التتر هينزل. اه خلاص. واستنفذت بقى كل الامكانيات وكل الموارد، فرجعنا بقى رعد ده. مش عايز اقول لك يعني كانت خلاص المايه بتخش في، يعني خلاص بنغرق، اه. ودانا في حتة تانية خالص. ما شاء الله. بتكلم بجد، بتكلم بجد، هو انسان يعني ربنا يرضيه يعني حتى يرضيه. من هنا جت حدوتة تانية او جزء تاني او سلسلة تاني او خط تاني او تارجت تاني او حلم تاني. من اللحظة دي كان رحنا بقى في حتة تانية خالص. من 2023 بقى طبعا رعد عمل لنا ازدهار، اها. ورا منه منعش عمل لنا ازدهار. الدنيا يعني ايه، بدأت تقوم. بدأت الناس تعرفنا. اها. لما جينا في 24، 24 المحل اتحرق. فلما جددنا فتحنا في 25، كان لازم بقى نمشي بمسار تاني. ما ينفعش انا بتاع المشتريات ماسك الصفحة رد على الناس، انا اللي بطبخ وانا الكاشير وانا اللي برد على، ما كانش ينفع اللي بيع يعني الوان مان شو ده بس في 2025 ما ينفعش. بس خلينا نعلق تعليق مهم. بس انت قعدت 3 سنين عامل الون مان شو ده لوحدك، اه يعني بتفتح المحل كل حاجة، وبتعمل كل حاجة لوحدك بروح انقي الخاص من السوق، بإيدك. مفيش مورد، يعني انا اللي بروح اجيب الخاص من السوق، يعني عامل بلان، ورقه لفتح الله، ورقه اه. للسوق، ورقه للجزار، يعني انا بروح. عامل مقسم كل حاجة علشان أمورك جينا في تمشي. 25 بقى قلت ايه، اطور من نفسي واشوف أكيد. ادي العيش لخبازه، يعني دي كلمه حلوه وانا كنت جاهل، ما يعني ما اتعلمتهاش من اول ما فتحت، ليه حرصا ان الموضوع هيكلف وانا امكانياتي ما كانتش سامحه. في 2025 بقى ايقنت ان هو ده الصح، ادي العيش لخبازه. الميديا اديها للراجل بتاع الميديا، هو ادرى الناس بيها، هو هيعرف يربيها احسن مني. أكيد. المشتريات اديها لحد متخصص في الموضوع ده. اكتفيت ان انا يعني عشان بحب قوي التواصل بيني وبين العملاء، ان انا ارد على العميل بتاعي بنفسي، يعني اه. هي دي متعة بتديك ان انا سعادة. اقعد اخر اليوم كده ارد على حد دي اه. متعة يعني. فاستعنت بقى بحد ابن حلال كده اسمه نور، نور ايجنسي. احنا مش بنعمل اعلان للخدمات بتاعتنا او اي حاجه، على بس فكره عشان انا الناس قبل ما منك مجرب تتخيلش. اربع او خمس شركات، وفي اللي اخد اكتر منك وفي اللي اخد اقل منك، اكيد. بس مش هو ده الفارق او مش هو ده اللي خلاني خدت القرار. الفرق ان انت لما جيت قعدت معايا قلت لي العلاقه بيني وبينك ارقام. مظبوط. عجبتني قوي الجمله دي. انا اقول لك انا احسن واحد في مجالي وانت قول انت احسن واحد في مجالك، الارقام هي اللي بتتكلم، مظبوط. وده انا مسكته معاك يعني. الارقام حسيته اتحققت. حسيته اه. حسيته حسيته بالتليفون، حسيته باللي جالي، حسيته. اكيد. فده كان لازم انا جاي هنا النهارده ارد جميل لا يعني. والله، لا لا. يعني لا لا لا. انا مجيتي مفيش جميل. النهارده مفيش والله جميل. انت دافع العظيم حق ثلاثه شغلك فمفيش جمال. ليك ليك وللفريق بتاعك انت اكيد. يعني في ورا الكاميرا فريق اكن له كل احترام، ده كل حقيقي. شخص فيه اكن له كل احترام. اكيد. فده انا جاي عشان الناس الحلوه دي وجاي عشان خاطر حضرتك برضه. الله يكرمك. بس
طيب خلينا نتكلم في حاجة برضو مهمة. اه إيه الحاجات اللي انت لاحظتها؟ يعني انت بتقول قبلنا في 4 أو 5 تجارب. حصل. طيب ايه الحاجة المشتركة اللي حصلت ما بينهم ال4 أو 5 تجارب ديت في رأيك كانت سبب ان التجربة دي ما تستمرش؟ اللي حصل في الاربع خمس تجارب اللي فاتوا، هقول دي الاول بعد كده اقول دي. ماشي. سيبك من اونر، انا كان كمشاهد قاعد من بره فبتفرج على المسرح فشايف الناس كلها بتعمل ايه. اكيد. الاربع خمس تجارب اللي قبل كده كانوا كلهم شغالين زي ما بيقولوا كده اونلاين، يعني من المكان بتاعهم، اها. تواصل بيني وبينهم اونلاين. ما كانوش لامسين الواقع بتاع لا المحل لا، بتاعك. انت والفاميلي الجميل بتاعك تقريبا انتوا موجودين معايا في المكان، مظبوط. وده اول حاجة خدت بالي منها. مش هتكلم في المواعيد عشان ما زيتش، لكن هتكلم في سرعة حل المشكلة، ان مفيش كونتاكت، مفيش شغل، مفيهوش مشاكل. ده طبعا. اللي عاجبني عندكم سرعة حل المشكلة، وهو ده في ذات نفسه حاجة حلوة. اكيد. المشكلة وارد هتحصل مشكلة، لكن هي السرعة بقى في حل المشكلة هي دي الامرجنسي اللي عجبتني عندكم. يعني لما بتبعتوا حد يصور فيديو، حاسس بقى ان انتوا يعني ايه ناس بروفيشنال. يعني ايه بروفيشنال؟ يعني بتبعتوا لي سكريبت اقرا ده عشان ده هيتصور بكرة. ف يعني في حتت كده ما لمستهاش في الاربع خمس شركات. يعني بيجي لي في الاربع خمس شركات يلا نصور، طيب ماشي صور بقى وانت بتعمل السندوتش كده وصور، يعني احسه شغل بلدي شويه. تحس مفيش تحضير، شغل مفيش شغل دراسة للحاجة اللي لا في يعني انتوا عملتوا مثلا مره فيديو وانا بكلم سندوتش الدونر، اه. مع احترامي طبعا لكل الاراء وكل العملاء وكل انا بقعد في البيت مع يحيى وياسين ويونس ربنا يحفظهم. يا رب. ربنا يخليهم لك. بقعد اتفرج على الفيديو ده بالذات، دي معزه كده في قلبي يعني. ف بنضحك احنا الاربعه مع ان احنا شفناه قبل كده، بس آه. احنا بنضحك احنا الاربعه. ولما اضحك انا في السن ده، واطفال عندها 4 سنين و9 سنين و13 سنه يضحكوا نفس الضحك بتاعي، عارف انت اللغه اللي فهمها جيلين. اه. فكره بره الصندوق عجبتني. يعني برضو بص، من ضمن الحاجات ان الفكره دي هتتقلد، اه طبعا. لكن هي ما اتعملتش واحنا قلدنا، حقيقي. او شركه نور ما قلدتهاش، حقيقي. لكن هيطلع بكره حد يقلدها. ده هقول اكيد. لي ده نجاح. اكيد. انك تتقلد ده نجاح. طبعا. وكلمتك بقى المقصوره اللي دايما تقولها ان احنا عايزين نعمل شغل بره الصندوق، دي اكتر حاجه عجباني فيك. على قدر سنك، على قدر تفكيرك، على قدر ثقافتك، الاحترام اللي موجود عندكم في الشركه ده شيء لمسته من اول يوم. ثقافه الاحترام، خصوصا ان احنا يعني دلوقتي الحريه منفتحه زياده عن ده اللزوم، حقيقي. لكن ده لمسته عندكم في الشباب والناس الحلوه اللي ورا الكاميرا. الحمد ابعت لله. لهم سلام تاني. احنا برضو كانت نقطة مهمة احنا دايما بنتكلم فيها، او انا بيجي لي عميل يتكلم معايا في التسويق بالذات لمطعم، يعني عشان احنا النهارده حضرتك اونر مطعم، فبيبقى عندي نقطتين. هو جاي لي خايف وملسوع قبل كده وبيقول لي ده انا اشتغلت مع 4 5 شركات قبلك، كلهم كانوا بيعملوا لي بوستات ويعملوا لي عروض ويمولوا لي عليها وما شفتش منهم حاجة، ما شفتش منهم شغل. فانتوا يا اما نصابين يا اما انتوا مش فاهمين بتعملوا ايه. فانا بواجه صعوبه بسبب الموضوع ده علشان اشرح للعميل اللي هو ده انا بعمل كذا، ده انا راجل اصلا بعمل محتوى. باشا، الكلمه اللي انت قعدت معايا، احنا ابتدينا في اول 5، في اول 5. اتفقنا في اخر 4. اه اتفقنا في اخر صح؟ 4، اول انت فيديو نزل قلت لي 8 5. كلمه واحنا قاعدين بنشرب القهوه بنعمل الديل، مظبوط. الكلمه دي هي دي اللي خليها السلوجان بتاعك. خليها السلوجان بتاعك. انت قلت لي انا فاكر قوي، قلت لي انا داخل شريك وانت لازم تطلعني على الارقام عشان اعرف انا رايح فين. رايح فين. اكيد. ف وقلت لي بقى كلمه حلوه وانت بتسلم عليا وماشي، قلت لي العلاقه بيني وبينك الارقام في الدرج. مظبوط. فانا قلت الراجل ده في حاجه في دماغه ولا الدرج. فلا انا بقى حسيت ده. فخلي ده دايما برضو خليك منفرد ان هي دي العلاقه بينك وبين العميل الجديد اللي راح تعمل. تعالى يا عم الحاج، انت بتبيع بكام دلوقتي؟ انا ببيع ب 10 جنيه. انا هعمل هتشقلط وامشي على الحيط
ما تتدخلش في شغلي، هنوصل 12 جنيه، هنوصل 13 جنيه. مظبوط. اللي اقصد اقوله ان في ليفل بيطلع. اكيد. كل ما انت هتمدني بالادوات اللي انا عايزها، يعني انت دلوقتي مثلا، انا كنت ضد الممول، اها. ضد الممول. بتيجي انت وده مش متكرر، يعني يمكن نشوف احنا بقالنا كام شهر مع بعض، ما ده مش عملناش متكرر. تمويل كتير فعلا. قلت لي الاعلان ده بالذات انا عايز اعمله ممول، مظبوط. وعايز اعمله برقم كذا. قلت لك ايه، اتس اوكي. هل انا شفت مردود؟ شفت مردود. فانا بعد كده لما تيجي تكلمني في حاجه انا مش هقدر اناقشك. ليه؟ العلاقه في السوشيال ميديا ان انا احس كصاحب مال، انا احس، انا اكيد. طالما حسيت خلاص اديتك الامان. اكيد. وهو ده اللي محتاجه اي حد بتاع، يعني عايز يفتح معاك بيزنس. اكيد. ولازم برضو، معلش مع احترامي ليك، الناس اللي بتشتغل معاك، اللي هي العملاء، انت مش معاك العصا السحريه. يعني طبعا. ايه؟ يعني انت مش هتيجي نتفق النهارده مع بعض فهتعمل جلا جلا الشهر الجاي الدنيا. لا، الموضوع ده احنا هناخد مثلا من تاني شهر ممكن احس. اه مظبوط. فلازم انت تفرش وتنظف الجرح القديم. ده كل مظبوط. ده انت لازم، وده فده مفهوم هياخد وقت. مغلوط. مفهوم مغلوط او مش مفهوم مغلوط، بس هي الفكره خبره رواد الاعمال والناس اللي فاتحه بيزنس. اصل في مثلا 3 انواع من العملاء اللي احنا بنتعامل معاهم. اكيد. في عميل هو عارف ومعاه الامكانيات ومعاه الفلوس اللي تساعده ان هو يصبر، فبيقول لك تمام، انا بقيم الوضع معاكم، لا احنا ما حققناش ارقام كويسه، لا احنا حققنا ارقام كويسه بس في احسن احنا عايزين نروح له. ده هادي وتمام وما بيعملكش مشاكل ولا بيسبب لك اي صداع. في عميل بيغرق. بيغرق ده اللي هو جاي لك وانا مثلا قدامي 5 6 شهور وهفلس، ما مم. معيش فلوس اكمل اكتر منهم. ده لما دايما تيجي تشتغل معاه بيسبب لك وجع دماغ، عشان هو مش بني ادم وحش، هو بني ادم قلقان، فعلى طول خايف. فده بيسبب لنا صعوبه في ان احنا نشتغل. فاحنا العميل ده بنحاول على قد ما نقدر نقول له مش احنا انسب حد ليك، احنا بندور على حد يكون مستقر. انا مش عايز حد يكون انجح حد، انا عايزه مستقر بس. في نوع بقى عميل ثالث اللي هو لسه بادئ او ما عندوش خبره كافيه، او تاني او ثالث مره يتعامل مع شركه سوشيال ميديا فقط. تمام. ده برضو بيسبب مشاكل كبيره بالنسبه لنا، لان هو في الغالب بتبقى يا اما تجاربه اللي فاتت عورته جامد، يا اما هو خايف قوي على فلوسه، فطول الوقت حاسس ان انت انت ما عملتش اللي انا بدور عليه. ما ازاي ال 10000 اللي انا اديتهم لك ما رجعوش 100000؟ الفئة اللي بتقول عليها خايف قوي من التجارب اللي قبل منك، انت لازم تعذره. ما طبعا. يعني طبعا انت بنعذر. لازم تعذره ان هو تعامل مع فئات اخذت منه اكتر ما ادته. ما بقولكش انت اللي تحاسب على الفواتير، بس انت لازم تحط له عذر اكيد. ان هو شاف حاجة صعبة ضيعت منه مجهود ووقت وفلوس. اكيد طبعا. فهو لازم انت تاخد الشانس، تاخد الفرصة انك توري له. ان في ناس كويسه. غير ان في ناس كويسه، في ناس عمليه. انت انا مش مسميك ناس كويسه، انا مسميك ناس عمليه. عمليه. 1+1=2. لا، مع نور ايجنسي 1+1=3. هو ده اللي انا، اي راجل بتاع بيزنس هو ده اللي عايزه. مظبوط. مظبوط. سيبك من العواطف، سيبك من ان انا بعزك انت بتعزني، اركن ده كله على جنب. العلاقه بيزنس. انا جايبك بديلك فلوس عشان عايز مقابل. ايه اكيد. المقابل ده؟ ان انا لو بيشوفني 10 يشوفني 20. اكيد. فلما يشوفني 20، لو انا اصلا كنت ببيع ل7 هيبيع ل14. مظبوط. شكرا. ده دورك. مظبوط. ده دورك. حقيقي. وانا لما هعمل اعلان ممول هيشوفني 15. ده دورك. مظبوط. وانا لما تصور منتج واللي يجي لي يلاقي نفس المنتج، مش اللي في الصورة حاجة عشان اشوقك وتيجي تلاقي حاجة تانية. دورك انت. ايوه، ما ده دوري انا، بس ده مصداقية منك انت. طبعا. طبعا. ده مصداقية منك ده انت. حقيقي. ده دورك. بالظبط. واحنا بنصر في التصوير، بس ما تزودليش الكميه اللي انت بتطلعه بس. اخر سؤال بقى. اخر سؤال. اخر سؤال. ماشي. حلمك كشيف ممدوح في خلال ال5 6 سنين الجايين، طموحك توصل لفين بفكره بابا دونر؟ حلو السؤال ده. أمنية حياتي طبعا ما يكترش على الله سبحانه وتعالى، هو طبعا. المعطي والرزاق. نفسي أفتح في القاهرة، نفسي أفتح في شرم الشيخ، شاء الله. أخاطب السياح بالمنتج اللي هم عارفينه. شاء الله. المنتج اللي هم عارفينه، اللي أنت مش محتاج تعمله دعاية، هم عارفينه. نفسي أفتح في أسوان، نفسي أفتح
في المنصورة، نفسي افتح في المنيا. مش هزايد واقول لك كل محافظات مصر، لكن نفسي يعني يبقى براند مصري زي ما في براند اجنبي موجود في كل محافظة باكتر من فرع. لا يا عم انا عايز فرع واحد في كل محافظة. نفسي افتح في بيت الرسول في المدينة. باذن الله. نفسي افتح في مكة. نفسي مش نفسي بعيد على نفسي ربنا. لا اكيد مش بعيد عن ربنا. وبعدين انت عايش عشان تحلم ويبقى عندك طموح. اكيد. من هنا لحد ما ربنا يأذن بعمرك اللي هو كاتبه لك، انت ليك عمر هتعيشه، وهو هيلبي لك ايه في الرحلة بتاعتك دي. لكن انت جواك لازم يبقى فيه طموح، اكيد والطموح حاجة والطمع حاجة. طبعا. بس اشكرك يا شيف ممدوح على وقتك. الشكر لله، وانا سعدت جدا بالقعدة معاك انا وباللقاء بيك. ده شرف ليا. وانا على المستوى الشخصي بحبك جدا، وبشكرك على الاسئله اللي سالتها لي، وبشكرك اكتر على الاسئله اللي ما سالتهاليش. وبشكر الكرو كله، وانا بحبكم بجد والله. وجيتي النهارده دي جايه عشانكم. احنا انتوا ناس شرف لينا ان جميله. احنا نبدا البرنامج مع العفو حضرتك. العفو احنا العفو مختارينك العفو عشان مستبشرين بالخير. العفو. وبعدين عايز اقول حاجه. اسكندريه بلد جميله، فيها ناس جميله، كانت مثل اعلى ليا انا شخصيا. نفسي ابقى زيهم، مش في الامكانيات او الحاجه، نفسي تبقى سيرتي طيبه زيهم. واتمنى التوفيق لكل حد عنده طموح يبقى حاجه. وخلي بالك انا في السن ده ولسه عندي طموح ابقى حاجه، فانت لسه قادر تحقق اكتر مني كمان. بكون يعني كنت ضيف خفيف واكون ما ضايقتكوش بكلامي يعني. حبيبي يا